الكلمة أمانة، الكلمة نور تضيء كل أركان هذا الوطن الشامخ، وسيبقى الوطن وطن تفوح منه رائحة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة والحكومة المستنيرة. فمن أجل مصر تفنى الأرواح والأبدان لكي نكون في وطن شامخ وبناء بفضل رجاله ونسائه. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. في الحقيقة مش عايز طبعا أعيد طبعا الكلام اللي قالته أستاذتي الأستاذة نجاح علي رئيس نادي آدم الخنكة في مديح الأستاذة الكبيرة الأستاذ محمد المصري، لأن له أفضال كتير جدا يمكن على الأفراد وعلى المكان. على الأفراد رفع روحنا المعنوية، وعرفنا فعلا بأماكن كتيرة جدا جميلة جدا وبشخصيات عظيمة جدا، أمثال الأديب المرحوم الشاعر جلال عابدين، شخصية كبيرة جدا احنا خدنا منها حاجات كتير جدا تخلينا فعلا واقفين على رجلينا وصامدين لحد دلوقتي، لأن فعلا احنا في النادي ده قابلنا حاجات كتير جدا تحبط أي إنسان مهما كان، ولكن بصينا على شخصيات عظيمة جدا. ليه احنا ما نبقاش ان شاء الله في المستقبل قامات زيها؟ وقد كان فعلا اتعرفنا بشخصية عظيمة زي الأستاذ علي شبانة، مطرب عظيم جدا وفعلا عبر أو رحيق العندليب عبد الحليم حافظ، فهو فعلا يستحقها من تقديمه الفن راقي، فن عظيم. وفعلا احنا فخورين كنادي آدم الخنكة بالاستاذ العظيم الاستاذ محمد المصري والاستاذ علي شبانة وكل القامات اللي دعمتنا ووقفت على رجلينا في نادي آدم الخنكة، حتى بقى نادي آدم الخنكة بين أندية جمهورية مصر العربية. في مسيرتنا في الثقافة أو الأدب اتقابلنا كتير جدا مع شخصيات عظيمة، يعني يحضرنا منها الأستاذ أسامة عيد عضو اتحاد كتاب مصر، شخصية عظيمة فعلا تبنتنا روحيا ودفعتنا رجلتنا. أنا بشكركم جدا وأنا بشكركم وبشكر كل من دعم نادي آدم الخنكة وقبليهم دعم أفراد نادي آدم الخنكة. طب أنا بشكركم جدا وعايز أقول إن في حقكم أنتوا ناس تستاهلوا كل خير صراحة، لأن هناك التنظيم عندكم جيد جدا والمقابلة جيدة جدا والناس روحها كويسة، وأي حد عندكم بيروح الندوة بيلاقي الندوة، حتى الناس البسيطة اللي بتحضر عندكم ناس مستوعبة وبتسمع وعندها ذوق. ده شيء جميل جدا، وده يخلينا نحافظ فعلا على المسيرة اللي احنا أنا عجبني المكان بصراحة. إن شاء الله بإذن الله يكون الناس اللي بعدينا تبقى نفس النمط اللي احنا ماشيين عليه إن شاء الله. يلي اديت لبلادك عمرك وبتديها كتير من فنك، أمن فيها الشعب الطيب وبكره تاريخها هيكتب عنك. ما انت عريسها الغالي عليها وانت الفارس على اعاديها، ولكن ما ترفع راسك لازم من دمك تديها. انا بهديها للزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقول لمصرنا يا ست